حده الفارق يجلي الظلام من ثار باروده. حده الفارق يجلي الظلام من ثار باروده. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله حمدا يليق بجلاله وعظمته. نحمده سبحانه عز وجل على سابق إنعامه وجزيل فضله وعطائه، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير البرية ومعلم البشرية محمد بن عبد الله الهادي إلى سبل السلام، والصلاة والسلام عليه وعلى آله الطيبين وأصحابه الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، أيها الحفل الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سلاما مثل عرف المسك طيبا وحسنا مثل أزهار الرياض. سلام ينتشي فرحا وينساق طربا بهذا الجمع الكريم في هذا الحفل الكبير. سلاما نردفه بترحيب وتهليل وتقدير وتمكين بهذه الوجوه المشرقة التي أنارت المكان وأسعدت أهل المكان. فحياكم الله تحية الأحلام والطرب، وأشهى إلى النفس من بلوغ الأرب تحية تضيء الدرب كما يضيء الإصباح كل غيهب. تحية نقدمها باسم إخوانكم قبيلة آل دشنا البار بالشيخ مناحي بن مترك بن شبلود، شيخ شمل قبائل العبيدة وصحبه الأكابر. ونقول أرحبوا ثم أرحبوا ثم أرحبوا، وحللتم أهلا ووطأتم سهلا، نزلتم عند ربع وقربة وعلت بمجلسكم الرتبة. تحية نعلنها بنفس ملؤها المحبة والتقدير، معطرة حفت بمجد وسؤدد، وعند أناس تمثلوا في قول الشاعر: وكنا إذا ما الضيف حل بأرضنا سفكنا دماء البدن في تربة الحال. ابتهاجا بهذا الجمع الكبير الذي تتجلى فيه أروع صور التلاحم والترابط، هذا الحضور الذي أجاب ولبى النداء وما خاب. فيا مرحبا وأهلا وسهلا ومرحبا نكررها لضيف ما دام باقيا ضيوفنا الأعزاء. نقف وإياكم من خلال هذا الحفل الخطابي على بعض مشاعر الأحبة تجاه هذه المناسبة من خلال هذه المشاركات ومن خلال هذه الكلمات، والتي نستهلها بخير كلام وأفضله، وهو كلام الله عز وجل
وآيات من الذكر الحكيم يتلوها على مسامعنا القارئ مسفر بن ماجد بن موس. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. صدق الله العظيم. جاء الدين بما ينفع النفس البشرية وما يطيب المكان وتحفه الملائكة. كلمة دينية للشيخ والمحامي عيد بن مقبل بن عويد البصيري. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، بادئ بدأ أحييكم جميعا الشيخ الناحي والمدرب وشفلود صحبه الكرام والحضور والضيوف من قبائل الفهر وأبناء العموم والأكارم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أولا نحمد الله سبحانه وتعالى على ما أنعم علينا وما تفضل، فأنعامه وفضائله علينا كثيرة لا تعد ولا تحصى، فنحمده سبحانه وتعالى. والله سبحانه وتعالى وعد لمن شكر ليزيده بالنعم، فإن هذا وعد من الله سبحانه وتعالى. وأعظم هذه النعم عباد الله هو نعمة التوحيد، فإن الله سبحانه وتعالى من علينا بهذه البلاد بتوحيد الله سبحانه وتعالى، وكان سببا لجم شملنا بعد تفرقه، فنحمده سبحانه وتعالى. ثم نحمد الله سبحانه وتعالى على ما أنعم علينا وتفضل، فإن الله سبحانه وتعالى بعد أن جفت الديار وقحطت وبعد المطر عنها، فإن الله سبحانه وتعالى من علينا فأنزل علينا هذا المطر الغزير وهذا الخير الكثير، فمنه سبحانه وتعالى المنة وله الحمد سبحانه وتعالى. واجبنا تجاه هذه النعم كلها ونعمة الأمن والإيمان والسلامة والإسلام هو شكر الله سبحانه وتعالى، فإن الله سبحانه وتعالى لما أنعم علينا أراد أن نكون له عبادا له شاكرين ذاكرين عابدين حامدين، فنسأله سبحانه وتعالى أن نكون من هؤلاء. ثم اعلموا رحمكم الله أن من مثل هذه الاجتماعات فيها خير كثير وأجر وفيه لمن احتسب الأجر عند الله سبحانه وتعالى، فإن هذه الاجتماعات من صلة الأرحام التي أمر الله بها ووعد، فإن الرحم جاءت إلى الله سبحانه وتعالى فقال لها الله سبحانه: ألا ترضين أن أصل من أصلت وأقطع من قطعك؟ قالت: نعم. فقال لها الله سبحانه وتعالى كما جاء في الحديث القدسي لها ذلك. فهذا حديث عظيم. وكذلك كلنا نريد أن الله سبحانه وتعالى يطيل في أعمالنا ويزيد في أرزاقنا، فمن أراد كما قال صلى الله عليه وسلم: من أراد أن ينسأ له في عمره، أن يطال في عمره ويبسط له في رزقه، هذا أجر الدنيا، فليصل رحمه. وكما قال صلى الله عليه وسلم: إن ليس الواصل هو المكافئ، فمن يصل من وصله هذا ند لند، واجب أمام واجب. ولكن الوصل الحقيقي وصلة الرحم الحقيقية أن يصل الإنسان من قطعه، فإن هذا هو الوصل، وهذا الذي تنبو ويحتاج إلى جهاد نفس، ويحتاج إلى رجال أشداء أقوياء يقوون على أنفسهم وعلى شهواتها فيصلون من قطعهم من ذوي الرحم. فإن الله سبحانه وتعالى
أو كما قال صلى الله عليه وسلم إن الواصل ليس بالمكافئ، إن الواصل من إذا وصل إن الواصل هو من يقطعون رحمه وهو يصل. هذا أجر عظيم من الله سبحانه وتعالى. فنحمد الله سبحانه وتعالى على أنعامه وأفضاله وأشكاله وما من عليه وعلينا جميعا أن نشكر الله سبحانه وتعالى على ما من علينا من النعم العديدة المديدة. فنسأله سبحانه وتعالى كما جمعنا في هذا المكان أن يجمعنا في جناته جنات النعيم، وأن لا يدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا وغفر، وهما إلا وفرجه، وكربا إلا ونفسه، وغما إلا وكشفه، ولا دينا إلا وقضاه، ولا مرضا ولا مريضا إلا شفاه، ولا حاجة من حوائج الدنيا هي له رضا ولنا فيها صلاح إلا عاننا عليها يا رب العالمين. ونسأله سبحانه وتعالى أننا كما ذكرناه في هذا المجلس أن يذكرنا في ملأ خير من هذا المجلس عند الله سبحانه وتعالى. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد. للشعر دور كبير في أسهم وتاريخ القبيل. مشاركة الشاعر سفر بن ظافر بن ربيع. عليكم ورحمة الله وبركاته. أرحبوا يا من حضر، الله يحييك. باسم الكبير من الجسنة والصغير، أهل الوفا يا مرحبا بقبالها، يا مرحبا من قلب ولسان وضمير، في ليلة إن الله يعود أمثالها، يا مرحبا من قلب ولسان وضمير، في ليلة إن الله يعود أمثالها، يا مرحبا بالجمع كله يا جميل، عدة سنين أيامها وليالها، بعيال المفلحة ضموم كبير، ذكرت الناحية من قالها، وانثابت الهيجة وجاء يوم الخطير، وهو قبل مقعة وهو جمالها، وان قامت الدنيا لحاها تستجيب، يجزيكم ترسيل وسجلالها، وهو المفلح ما يزيد، وهو المفلح ما يجعجعهم نذير، وهو المفلح ما يجعجعهم نذير، يوم الجهل محدي شرب فنجانها، اللي قد يجرمك مثل الغثير، عادات خيالة ما هو جسمي دائما خيالة، لما قد يجرمك مثل الغثير، ما هو جسمي فرق خيالها، واليوم في نعمه وإسلام وخير، كل قبائل مثلنا بفعالها، واليوم في نعمه وإسلام وخير، كل قبائل مثلنا بفعالها، واختامها صلوا على الهادي البشير، شفيع الأمة يوم عرض أعمالها. مشاركة الشاعر عجب بن قربوع بن مسفر بن سمران. للشعر فاسطور الرياجيل تقدير، والطيبين من النشامات جله، وعندي له اكبر من معزه وتوقير، ماني على ما يصير استغله، واليد الداعي يجي دون تاخير، سيف لنا وقت اللوازم انسله، وصفوا الشعار مثل الطوابير، وصفوفهم ما ترهب القلب لله، هري على اللي ما يجي منه تقصير، لاني لهت بثبوت الاخصام عله، سيل العرب له بالوطا هدرة بعير، والسيل من جاء في طريقه يشله، يحرم علي شرب الدلال المباهير، اذا عقد حبله ولا اختلت حله، يحرم علي شرب الدلال المباهير، إذا عقد حبله ولا اختلت حله، في موقف المال العذر فيه تبرير، جنة سلك العذر تبقى وجله، يا مرحبا باسمي وباسم المواتير، ربعي هالطارات والطيب كله، يا مرحبا باسم السيوف المواتير، ربعي هالطارات والطيب كله، اللي لهم بصفحة المجد تاثير، ومدون التاريخ تملا وسجله، ونزعزع مسفر سوق الوالد، اللي لهم بصفحة المجد تاثير، ومدون التاريخ تملا سجله، ونزعزع مسفر سوق التباشير، تقبل ولا جا داخل القلب ولا اعداد ما تنشي قلوب المزابير، واعداد همال المطر يوم هله، ترحيبنا احنا بالحليب المساقير، وترحيبنا للضيف طبع وجبله بالشيخ وعيان البهر،
والمسايير على الشحم والعود وقناد دله، والشيخ ابن شفلوت ومارته غير مجده مع الركبان في كل حله. والشيخ ابن شفلوت ومارته غير مجده مع الركبان في كل حله. وقت مضى يوم الليالي معاسير، الياسم العيال وقف وتله، واليا وقف ترجع خصومه معاذير والاعتزاز جافر يجي الخله. اليا وقف ترجع خصومه معاذير والاعتزاز جافر ويجي الخله. يبطش ولا يحسب حساب المخاسير، واللي يحسب المخاسير خله. واليا نصرها اللي حدثها المقادير لو كان حمله كانها طويق شله. وعوال مفلح رؤوسكم ومناعير وامجادهم وقنتم منطله. وعوال مفلح رؤوسكم ومناعير وامجادهم وقنتم منطله. واللي طمع في حدهم واكبره بخير يرجع بدمعه وخده، يهل له من حضره يومك على ربعك امير كامل وحنا نقلب الكون كله. مشاركة الشاعر فهد بن ظافر بن ظبيان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا يا رجال، مرحبا مرحبا، والله يحييكم تحية المطر. صلوا على النبي. باسم من سجدنا له فينا خضوع وذل، تحت هيبته كل المخاليق خضاعي، كريم من الحاح الدعوة والطلب ما مل، قريب مجيب سامع طلبة الداعي، عليها توكل ولا مر بامرها وموكل، ومن صار متوكل على الله ما ضاعي. على الشعر واهل الشعر غايب زمانه وحل، سبب غيبتي ما تسمح الجيه اوضاعي. على الشعر واهل الشعر غايب زمانه وحل، سبب غيبتي ما تسمح الجيه اوضاعي. معي قل فرصة والشعر ما معي به قل، ولا تاحت الفرصة حضرنا بالإبداعي. تسابق هواجيسي وتستقبل وترسل قصيد على اسبوع المطاليق ينداعي. هلا مرحبا وإعداد منشا سحاب وهل، مطره سنة برقه رفيف ولماعي. هلا مرحبا باللي لفى في المكان وحل، عدد ما يذعذع من هوا النود الإعلاعي. هلا مرحبا ترحيب بضيوفنا يدبل، عدد ما حمام الورق بالصوت سجاعي. ارحب بضيفان الحفل عن هذا المحفل، بني عمي اللي فعلهم طول ذراعي. بسميهم مسوق التراحيب وتوصل الشيخ يكسر الشف، الشيخ الربع يكسر الشف ويراعي. تواضع حطه للكرم والوفا مدهل، نبسيطها الطيب مع اهل الوفا شاعي. نبسيطها الطيب مع اهل الوفا شاعي. هذا شيخنا اللي ما جعل البخل مدخل، كريم اليمين وطيب يمناه نباعي. هذا شيخنا اللي في المواقف لقى يجمل، وهذا شيخنا اللي حد سلته قطاعي. اللي عمسته لريا، اللي عمسته لريا وكثير قرا كلام وقلب، والارواح صارت بين شاري وبياعي. لصعبة الامور وصار ما عاد فيها حل، وقاموا نفض بشته غدا الصعب مطواعي. هذا شيخنا اللي في المواقف لا حضر يجمل، هذا شيخنا اللي لا حضر هذا شيخنا اللي في المواقف لجا يجمل، وهذا سيفنا اللي حد سلته قطاعي. اللي عمسته لريا وكثر الكلام وقلب، والارواح صارت بين شاري وبياعي. لصعبة الامور وصار ما عاد فيها حل، لصعبة الامور وصار ما عاد فيها حل، وقاموا نفض باشتغل الصعب مطواعي. ابو مترك مناحي عسى الموت عنه يزل، ويفدون هاللي ما يعرفون لسناعي. ابو مترك مناحي عسى الموت عنه يزل، ويفدون هاللي ما يعرفون لسناعي. كريم وحكيم العقل لما هرج يندل، ويفدى خمر لبغى المقديه ضاعي. يقول البني عمه محلي محل الكل،
وبإمام بيته المسير شراعي على أساس شيخة ما هي بشيخة تأخذ وخل، اشتد السباع اللي توردها الإسباعي، مشايخ عبيدة عاد الأيام خوف وذل، شغاليت ما يطمع بهم كل طماعي، إجباري يحصل على أساس شيخة ما هي بشيخة تأخذ وخل، مشايخ عبيدة على أساس شيخة ما هي بشيخة تأخذ وخل، اشتد السباع اللي توردها الإسباعي، مشايخ عبيدة عاد الأيام خوف وذل، شغاليت ما يطمع بهم كل طماعي، إجبال يحصل في ذراها كنان وظل، وسود ما فيهم لا ضعيف ولا رعاعي، محازمه صبيان الفهر سيفه اليسن، شبه حده يعدي ويردع بالداعي، تقول وتطول وتردع الكايد وتفعل، وهالفزعة العجلة لما انه دعا الداعي، هذا الفهر سمن يعل المعاد يعل، وهالردة يهجد بها الطايش وياعي، هذا الفهر محازم صبيان الفهر سيفه اليسن، شبه حده يعدي ويردع بالتاعي، تقول وتطول وتدرك الكايد وتفعل، وهالفزعة العجلة لما انه دعا الداعي، هذا الفهر سمن يعل المعاد يعل، وهالردة يهجد بها الطايش وياعي. هذا الفهر سمن يعل المعاد يعل، وهالردة يهجد بها الطايش وياعي، على زود غل وسط كبده تزيد الغل، وكم شيخ وسده وخده قاعي، وذيدانهم ترعى ولا النبت دق وجل، وصوب منهم ترتع بهالبل بلا راعي. صح الله لسانك. والله العظيم الدين والله الله لسانك. محل محل الكل وبيبان بيته للمسير شراعي، وهذا كلام على واقع الكل يقول جاي تبقي حيا انتم يسمع. الآن مشاركة الشاعر إبراهيم بن فهد بن ضبيان. ارحبوا يا رجال ثم ارحبوا باسم رب كل يوم وكل ليلة بديبه، ابتدي باسمه نهاري وابتدي به ليلي، من همان ومن خوف ومنه عز وهيبه، ومن تحت برته سلمت امري وتوكيلي، واحد نرجي رضاه وخايف تعذيبه، منزل القرآن والتوراة والإنجيل، يالله إني في حماك من الفشل والخيبة، ويالله إني طالبك عز ما له تبديلي، استطاش الفكر والهاجوس عاوي ذيبه، والبيوت الشاردات النادرة تطريلي، وكل بيت لو طرى في خاطري ما جيبه، غير بيت يضرب السامع لي ما قيلي، واستطاع القاف قبل اقوم واغني به، واقبلت شرب القوافي كلها تمشيلي، قمت عن ربعي بني عمي شباب وشيبه، في لوازمهم يبرد طول عمري حيلي، ضيفنا قبل الكرامه حقها الترحيبه، والشحم والعود الازرق عمهم بالنهيلي، وكل ضيف حاضر في المحفله الليبه، حافظ حق الرجال ولا يضيع الليلي، مرحبا تمحي بنوره فالدجان سريبه، عند براق المزون وعند السيلي، واثني الترحيب للي جعلها تبطيبه، الحياه ولا يشوف من السنين الويلي، نادر طيبه ظهر ما فيه شك وريبه، كاسب النعم والامداح والتبجيل، ابو مترك وابو مترك اسمه ترتيبه، مع هالابطالات الاول نادر حلحيلي، ابو مترك اسمه ترتيبه، مع هالابطالات الاول نادر حلحيلي، شيخنا له ما قبل كل العرب تدري
الجميلي شيخنا اللي في وجهه خصامنا معديبه وينبدا به لا ثقل حمل البعير شعيري ينقل الحمل الكليف ويقدر ويرهيبه في نهار ثقل حمله بين حط وشيلي لا غدر يا العرب تشريقه وتغريبه جاك بالراي المحكم جمله وتفصيلي الوفا طبع لابوه وجده ويمشي به والكرم يبذل الوجه الله صبح وليلي ما يصر المال في مجوبه ويصفي به كفه ارهب النهر دجله ونهر النيلي حصر مجده يعجز القارين والكتيبه ويعجز لساني عن اللي هاجس يمليلي والشعر له شاعر وناقد وله لعيبه والصايد جوها في شيخنا يصفيلي والختم صلوا على اللي منهجه نمشي به عند ما نسمع من التكبير والتهليل. شيخ شمل قبائل عبيده الشيخ مراحي ابن مترك بشرو. مساكم الله بالخير جميعا. اول شيء يا طوال العمر نشكر معازيبنا اللي هم قبيله هالدشنه الله يبيض وجيههم على هذا المقام وعلى هذا الحفل ولا هي غريبه عليهم لا ابائهم ولا اجدادهم. فاني اشكرهم جزيل الشكر على هذا الموقف وعلى هذا الابداع لا من قصائد ولا من كل العلوم الطيبه. الثاني الله اعماركم احنا نختم زيارتنا هذه ختام المسك الصراحه. فانا مهما قلت في اخواني وشيباني عوال مثله انا استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. استودعكم الله سبحانه وتعالى الذي لا تضيع ودائعه. الذي اشكركم جزيل الشكر جميع قبائل البحر. انا من الجمعه الى الجمعه انا واخوياي وحنا في ضيافتكم نبدا من الصباح الباكر ولا تنتهي الا الساعه 10 11 بالليل. فهذا والله غريب وشيء ينفرح به. فمهما شكرتكم قليل في حقكم. قليل في حقكم. لا زلت اقول محبتكم والله انا على الراس. لا كبير منكم ولا صغير. والله اني اعتبر الشايب انها اب لي. والاوسط منكم اخ لي. والصغير ابن لي. فهذا لا غرابة منه. يعني أنتم مهما احتفلنا في كل مكان، احتفلنا في شرق الرياض، واحتفلنا في غرب الرياض، واحتفلنا في جنوب الرياض، واحتفلنا شمال الرياض. في كل مكان لكم مكان وصراحة زرعتم لكم علوم طيبة. وأنتم صراحة أنا الشعار مهما امدحوا فيه يمدحون في عوال مفلح، وعوال مفلح هم يمدحون في عبيده. وبشركم محبوبين حتى عند قبائل العبيد. لا زلت انا وياكم ان شاء الله في الحب وفي الموده عند قبائل العبيده وعندك حضان محبوبين. وانتم اللي بنيتوا المجد والحب، انتم اللي بنيتوا، سطرتم الامور الزينه والتقدير والاحترام. انا تعلمت الاحترام والتقدير منكم بعد. انتم أجرنا منكم اليوم الطيب الاحترام والتقدير. زهنتكم وجيتوني في الصباح، حضرتوا المحافل، قدمتوا العلوم الطيبه، قدمتوا الكرامات، قدمتوا كرامات العبيده، قدمتوا كرامات اللي. فوش عاد اقول شيخنا؟ اللي انا بقول استودعتكم الله الذي لا تضيع ودائعه. والله يحفظكم، والله يحفظكم بحفظ. عوال مفلح معك في نجد ولا جنوب؟ إجابي منكم إذا دعيتكم في عزيمة لكم
حكم تلقون دعوتي. أنا مثل ما فرحتوا بي هنا إني أفرحكم أنا عندي. أفرحكم وأكرمكم لحيثكم قدمتوا العلوم الطيبة وتستاهلون، والله لو أحط كرامة منا للجنوب ما تكفيكم. حبيت ما أقول، وأنا صراحة بعطي الشايبي المغفون برضه بيعطيكم إن شاء الله كلام طيب معه، ولكن أعيد وأكرر إن ختامها مسك، والحمد لله على كل حال، وحنا ماشيين ذا الليل ونستودعكم بالله الذي لا تضيع ولا والأخوة كما قال الأمير ختامها مسك، فأشكر إخواني وأبنائي وجميع أشكركم شكرا جزيلا على ما قاموا به من الكرامات والحفاوات والاستقبالات التي تغيظ العدو وتفرح الصديق. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كالجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو اشتكى له سائر الجسد بالسهل والحمى. عليه الصلاة والسلام: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا، فنحن كالبنيان كل منا لبنة تكون صالحة في المجتمع. الصغير والكبير يسير على منهج الآباء والأجداد. أعوال مفلح لهم طابع في التعاون، ولهم طابع في التراحم، ولهم طابع في جميع الأحوال الطيبة، لا مع الشيوخ الأولين ولا مع الشيخ الحاضر أبو سعود طول الله في عمره، ولا مع حكومتنا الرشيدة التي نقيم لها بالولاء والاحترام. هذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. عوال مفلح من يمنعك في إسراك، ودمعتك اللي هليتها تراها عندهم كبيرة وأكبر من كبيرة. وعوال مفلح أنا أقول عليهم، أقول على اللي خطرهم وكأني أتكلم عنهم. تراهم لك اليوم ودوم وخذ بهم البحر ولا ضربهم اليمين ولا اليسار، والله ما يتوخر منهم واحد، والله ما يتوخر منهم واحد، ولا تراهم ما كرموك الا اقل شيء من القليل من حقك. ولك عندهم مذنيه ومذروثه ومربوعه وباسم الفار كل ابوه. هذا اللي من خاطري انا، وجعل اللي ما بك من بكيتك ان الله يعطيه المرض. لا الله يجعل وجهك وحجاب وكلامك هذا من شعورك ومن علمك الطيب. وعوال مفلح انا عارف، لكن انا اللي هاضني شوي يوم اللي بودعكم. جزاكم الله بالخير. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. حقيقة ما أقدر أقول شيء بعد كلمة أخوي وعضيدي الشيخ مناح بن متلت شيخ شمل قبائل عبيدة، ولكن المشاعر تفيد. والحقيقة أنا باسمكم أشكره جزيل الشكر، وأشكر قبائل الفاضلين جو معه على ذا الزيارة المباركة، ويقودها دائما على الطيب وابو متلت، وربعنا اللي اسمه حجعلهم يسلمون
جاوا تعنا ومرحبا ومسهلا. والحقيقة الاجتماع الفار اجتماع مبارك، واشكركم قبائل الفار قبيلة بيض الله وجيهكم على الاجتماع، والحمد لله على كل حال. ونحن في عهد خادم الحرمين الشريفين سمو ولي عهده الامين، نسال الله ان الله يسددهم على الخير. وفي اداره واماره سمو امير منطقه الرياض وسمو نائبه وحري اكبار بقوه الصغار. ونطلب من الشيخ بسوق، نطلب منه ان يكرر الزياره، هو اللي معه بنفرحكم ودنا بجيتهم ويجونا وبنجيهم باذن الله. سلامتكم. يحسن بن ضافر البيت. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ختامها مسك كما ذكرت، وعند قبيلة الدشنة، قبيلة الوفا، قبيلة المواقف المشرفة، والله ان يقولوا صادق يستحقون رابعنا وبني عمنا يرفعون الراس، لا شيبانهم ولا ارمقا شبابهم ولا شعارهم، شعار الدشنة يمثلون احنا يظهر في كل منبر، وشعار الارمقا الجزري والله ان يقولوا صادق، وإننا ناخذ منهم 3 4 نحطهم عندنا باسم الكويت نجيب مناسبات. هذا الامر الاول. الامر الثاني، قبيله الدشنه قبيله مبارك، هذا اخر المطاف واخر مناسبه في زيارتك يا ابو سعود. من يعتز والله العظيم من يعتز.